افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم حفل ملتقى الهيئة الثقافية الخامس الكل محتسب تحت شعار الأمن الأخلاقي، والذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة القصيم، وذلك في مدينة بريدة. سعي حثيث إلى مد جسور التواصل بين المؤسسات المعنية وبين أفراد المحيط القريب تجلى في منشط أقامته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن فعاليات مهرجان بريدة الترويحي لهذا العام من خلال ملتقى الهيئة الثقافي الخامس الكل محتسب تحت شعار الأمن الأخلاقي، والذي جاء برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم. الكل سيقف مع هذا الجهاز كجهاز من أجهزة الدولة، نرجو أن يوفق بإذن الله كل عامل فيه إلى تحقيق سياسة هذه الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمين، وسمو سيدي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. الملتقى جاء ليناقش أهمية المحافظة على إحدى الضرورات الخمس الأساسية في الشريعة، حاملا في ثنايا برنامجه الذي يستمر 4 أيام حديثا عن ظاهرة الابتزاز في المجتمع التي نالت نصيبا كبيرا من الاهتمام على المستوى الرسمي والاجتماعي. تكوين لجنة أعضاؤها هم من وزارة الداخلية ومن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن جهات وزارات أخرى لدراسة هذه الظاهرة إن صحت تسميتها ظاهرة ووضع الحلول لمعالجة هذه القضية، وذلك إيمانا من خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة على الأمن الأخلاقي. وفي أبعاد هامة للملتقى يحاول رجال الهيئة ملامسة القضية وإيجاد الحلول وطرحها على المجتمع بطابع توعوي يحمل الحرص على تكوين مجتمع آمن. طبعا أنا أهمس أنا في أذن كل أب وكل أم، يعني التحجير صعب، لكن لابد نفتح باب الحوار، باب الإقناع، منح الحب، منح مساحة الحب في بيوتنا بين أبنائنا. ويشتمل برنامج الملتقى على محاضرات هامة للمتخصصين بالإضافة إلى معارض توعوية تعكس أهمية الرسالة وسمو الهدف. تأتي مثل هذه الملتقيات حرصا من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على استغلال أوقات الإجازة الصيفية والمهرجانات لتوعية المجتمع بالأمور المهمة. منصور الضبيعي، الأخبار، مدينة بريدة.